اليوم خاوتي راح نقدم لكم اكثر قصة حزينة راح تسمعوها في حياتكم. قبل 2000 المهم بكري متحاولش تفهم وقتها. كان هنالك طفل صغير واللي هو انا يعشق حاجة يسميوها الكوميديا او ما يدعى بالفكاهة، ولكن ومالغري كاع لي شاو اللي تفرجتهم وكاع لي ميكي اللي تفرجتهم حاجة ما كانت تضحكني ولا تعمر حسي الفكاهي. عمري 6 سنين وجامي لا ضحكت ضحكة وحدة في حياتي، تبسيمة ما كانش خاوتي، إلى أن جاء اليوم وأنا ماشي في الدار وظابط وجهي كالعادة، حتى دخلت للصالو تاع دارنا وهنا كانت الصدمة. لقيت بابا حط أفضل برنامج كوميدي في العالم، البرنامج فيه أكثر إنسان كوميدي في الحياة والمدعو عبد المالك سلال. في اللحظة اللي سمعت فيها أول جملة قالها خريت بالضحك خاوتي، وضحكت لأول مرة بعد 6 سنين من حياتي. وتمر الأعوام والسنوات وأنا نتفرج في سلال بلا توسويس وانا نهار مور نهار نستنى برك في سلال وقتها يطلع باه نتفرج الكوميديا تاعو. والديا حايرين كيف هذا الطفل عمره 6 سنين دايما يتفرج في الاخبار. بصح وانا صغير خاوتي ما كنتش نعرف حاجه يسموها الاخبار، الحاجه الوحيده اللي كنت على بالي بها هي اني قاعد نتفرج في افضل كوميدي في العالم عبد المالك سلال. ولكن بعد أعوام وأعوام والطفل الصغير يكبر واللي هو أنا ومداير قدوته في الفكاهة عبد المالك سلال، إلى أن جاء اليوم اللي جاني خبر كالصاعقة خاوتي، اعتقال رجال أعمال ووزراء سابقين في قضايا الفساد. والحاجة اللي حبيت نفهمها وش جاب اسم الفكاهي سلال في هذه القائمة، قائمة أكبر فاسدين وسرارقة في تاريخ الجزائر. وهنا تأتي الصدمة الثانية. سلال ما كانش فكاهي خاوتي، سلال كان الوزير الأول للجزائر، والحاجة اللي كنت نتفرجها ما كانتش برنامج كوميدي، كانت الأخبار تاع البلاد خاوتي. وهنا دخلت في ديبريسيون لمدة سمانة وانا قافل على الشومبرا تاعي الباب وقاعد مدبرس خاوتي. بعد رجعت الى حياتي الطبيعية كالعادة، ومن هاد الحكاية تعلمت 2 دروس جامي ننساهم في حياتي. هي الدرس الاول نسيتو، والعفسة الثانية واللي هي مدام سلال خاوتي كان الوزير الاول للجزائر. يتسمى انا تاني مازالت عندي فرصة باه نولي رئيس خاوتي مالغري هذا. وشفت لافيشاج تاع نقط تاعنا لقيت روحي ما ديزوش في السمستر، مي عادي خاوتي ما نظنش باللي سلال كان يديك اكثر من 2 في الجامعة بيسك على حساب تخمامه شوية صعيبة. السلام عليكم يا البطاطا. واليوم خاوتي انتقاما لمشاعري المكسورة، الفيديو تاع اليوم من الدقيقة 00 حتى الاخر تاع الفيديو راح يكون تنمر على سلال فقط. انترو. الثلاثية توشك على إنهاء إشغالها وتقدم مقترحاتها سلال يا اخو حبس مقترحاتها سلال حبسك اغتصبت العربية يا اخو حبس مقترحاتها اها زيد مقترحاتها سلال يا اخو مقترحاتها عن أقرب وقت إن شاء الله. فهمتوا درك انا قلت لكم عندي فرصة بنولي رئيس البلاد يا اخو. كي كان عمري 6 سنين نقرا خير منه. خلينا من السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك، طوروا الالجيريه ايفولوي. ما كومش عليك كنت دي زالجيريان او خليونا خليتونا غير في الترغوده. تعرف شو الترغوده؟ هذيك الحشيشه الرامجه هذيك اللي ناكلوها كي تعود الميزيريه. ثقفوا شويه لازم. والنصيحة الصحيحة من الشخص الخطأ في الوقت الخطأ. ثقفوا مالا سلال قلت لهم تقفوا. طراتحة طلبة ما كان فاش يعيش ما هو الجاجة صح. إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه الحاجه اللي تزيد تبروفي لك مليح اللي سلال انسان عشوائي. والله غير تفهموني اذا انا اللي غلط. واش دخل هذه الايه بالذات في هذا الموقف؟ ولا ما حبش يخلي الورقه فارغه؟ اذا جاء نصر الله والفتح.
مي الحمد لله على كل حال، على الاقل لقيناه يعرف عفسه في الدين مالغري ما حطهاش في بلاصتها. بيسك مين داك سلال تقدرش تفرق بينه وبين فرعون. كاين الرب سبحانه هذاك مدير علينا الجمل ويعس فينا واحد بواحد، وعنده الكونتابيليتي. انا ما اشوف شيء، انا ما سويت شيء. اليوم راح نقدم لكم اكبر الفاسقين على وجه الارض. عندك كالعاده في المرتبه الاولى ياتي ابليس، ثم ياتي بعده في المركز الثاني كالعاده فرعون خوتي باينه. في الطروازيام بلاص يجي اللي مشرفنا ومشرف لنا البلاد سلال حاجه باينه، وان شاء الله نتمناو مزيد من النجاحات باغي يكلاسي لنا البروميير ويطيرها الابليس في المستقبل القريب. في هذا المكان بالضبط، لأن المكان هذا عنده دلالة قوية وقوية جدا. دولة مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو. مي الحاجه اللي صح تعجبني في سلال سيك يهضر ثانيه ويسكت 10 ثواني. مي هي باينه عقله صغير ولا يتحمل. هي كون تضرب طلع على لي ستاتيستيك تاع دماغه تلقى عنده نص جيجا رام في دماغه مع بروسيسور انتل بلاستيك. اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل. لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول اعوذ برب الفلق. قل اعوذ بربي الفلق شعر. ايوه، وهكا يرجع فرعون المركز الثالث ويطلع سلال دوزيام بلاص. بصح الحاجه اللي فري تعجبني في سلال واللي هي يرد على الانتقادات بطريقه فري محترمه ومثقفه. قال طرح لي سؤال، قال لي راهم يقولوا باللي لا كان يروح بوتفليقه الزوي راحوا، قلت راح نقولوا تروح منك. خير الكلام ما قل ودل. هي في البروميير فوا يجبد لك منك، في الدوزيام فوا يجبد لك اختك، في الطروازيام فوا يجبد لك يماك، وهذه هي الديمقراطيه عند سلال خاوتي. نعاود نأكد، قلب دائما مفتوح. الشيء اللي كان في الشكوره نقسموه مع بعض، وبالاخص بالنسبه للضعفاء اللي عندهم نعاونوهم يربحوا، الله يسهل عليهم. لكن الضعفاء احنا معاهم واللي يقدم لهم نكونوا بالمرصاد. هي في الحكايه تنتقاسموا الشكاره يعني تقاسمناها على كل حال. مي في البورسونتاج تبان لي شويه ما كاش ليكيليبر. لا هي ما قلنا لكش ما تسرقش عمي سلال، حاشا دي من حقك. مي ماشي هكبا 50 مليار زيد بالدولار يا خو. بون يا خوتي ما تخلعكمش ال 50 مليار على كل حال. هذه هشام كوك يدخلها في النهار غير بالفايده تاع الخبز. بون هي اسمح لي هشام كوك مين تاني قريب ندخلوك مع الاصابه يا خو. الفرق بيناتكم سيكم يسرقوا فينا في ظهرنا، مين انت راك تسرق فينا في وجهنا يا خو. هشام كوك يا خو احشم. لا راني نقصر خوتي. هشام كوك لي زوم. اي سي بون خوتي، صلنا لا فان تاع لا فيديو. جاسبر تكون عجبتكم وكالعاده خوتي بلا ما نوصيكم جام بارطاج كومونتير. احبكم من اعماق. كان معكم دايركس. بيس اوت. طراتحة طراتحة